نبدأ بسم الله. وأول فكرة هنعملها من علبة الشاور أي عبوة كده شبيهة بالشكل ده اللي هي شبه القارورة أو الإزازة هتنفع بالفكرة دي. أنا شلت الجزء بتاع بق الإزازة وقطعتها بالشكل ده، هتقطعيها بالقطر بسهولة جدا. والجزء اللي في الجنب اللي هو بتاع بق الإزازة ده كله أنا شلته برضو بالقطر علشان عايزة يبقى الجنبين متساويين. وقفلته بجزء من علبة عصير، اخترت خامة علبة العصير علشان خامة تقيلة ووتر بروف، يعني هتبقى كويسة جدا متينة قوي. وبدأت أغلفها بالخيط من الجنب كده، هلف عليها خيط. أنا استخدمت خيط المكرمية، البديل ليه لو انتي مش متاح عندك يبقى خيط الخيش أو أي نوع خيط تحبيه، بس يكون خيط سميك. الجنب التاني لفيت عليه الخيط بنفس الطريقة بالظبط، وبدأت على الأحرف بتاعتها كلها امشي الخيط. انا همشي الخيط كده بس صفين فقط، يعني مش هغلفها كلها ولا حاجة، علشان يديني شكل كده، يعني شكل مختلف شوية. يبقى بصوا يعني يبقى كلها متحددة كده من على الحروف، وبقية الجزء لونه ابيض، يعني لون العلبة مش وحش خالص. هعمل فتحة في الجزء ده كده، دخلت الخيط في زرار بتاع ملابس عادي جدا، وبدأت اثبته بالطريقة دي من الفتحة اللي انا عملتها كأني خيطته بالظبط. والجزء التاني اللي هو القلاب اللي فوق ده هركب له العروة بتاعة الزرار برضو بقطعة من الخيط، وهبتدي ألزقها من جوه بالشكل ده. وبس كده هتتقفل بطريقة الزرار والعروة. وحطيت فص على الجزء اللي أنا فتحته عند الزرار. الفكرة على فكرة بسيطة جدا وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص، ومفيدة جدا، شكلها حلو قوي. احنا عملنا حافظة حلوة جدا، انا استخدمتها كده للتوك. يعني بعرفك ان انتي ممكن تستخدميها لاكتر من حاجة، ممكن لاي حاجة خاصة بيكي، على تسريحة، على مكتب، على كومود جنب السرير، في درج البنات، في درج في درج خاص بيكي مثلا هتحطي حاجات صغيرة كده، فهي هتبقى مفيدة قوي معاكي. وعملناها من مفيش. الفكرة التانية معانا عملناها من جيركن الصابون. انا اخدت الجزء اللي تحت ده وهبتدي اساوي الاحرف بتاعته بالمقص بحيث ان هو كله يبقى سوا واحد. وهشيل اي ستيكر كده من عليه. لو الستيكر من النوع اللي ملزوق بالغيره بالورق كده قوي قوي، ممكن بولاعة كده تمشيها فوق الورق، وبعد كده هتشيليها تلاقيه بيتشال بسهولة خالص. ده شريط من القماش انا كشكشته وبدأت ألزقه على الأحرف بتاعته من فوق بالشكل ده. شكله حلو قوي. انا حطيت طبعا القماش الطول بتاعه على قد الطول بتاع العلبة بالظبط. هلزق الجنبين على بعض بالشكل ده، هقفله بقى. بصوا سريعة جدا، ولا تغليف بقى ولا اي حاجة خالص. وده سلك ربط اللي هو السلك اللي بيتباع في محلات الحداد والبويات. كل فيديو بستخدمه فيه بقول لكم قد ايه هو مفيد واستخداماته كتير ورخيص قوي. اللفة بتبقى كبيرة جدا ب10 جنيه، بتقعد معاكي كتير قوي بجد، يعني هتعملي منها افكار وافكار. انا هعمل منه اليد، لفيت عليه الخيط لان هو بيتشكل بقى زي ما انت عايزه. شكلته كده على شكل اليد وهلزقه عليها. والجنبين اللي انا لزقت عليهم عملت لها فيونكتين كده، اخترت لون من لون القماشه، يعني اهم حاجه ننسق الالوان كده. فيونكتين من التل كانوا عندي، وحده قماشه كده تل عملتها فيونكتين. وبصوا شكله ثبت رائع، يمشي بونبونيره بقى، يمشي منظم، يمشي حاجات كتير قوي، شكله اصلا لوحده تحفه. تالت فكره معانا استخدمت ازازه زيت الطعام اللي هي الحجم الكبير. وهناخد الجزء اللي تحت ده وهبتدي بقطعة قماش هلزقها عليها من الحرف بالشكل ده. انا بحط الشمع هنا على القماشة لان بلاستيك الازازة خفيف شوية ممكن يتأثر بسخونة الشمع، فهنحط الشمع هننزله على القماشة الاول. وهقفل الجنبين على بعض وهبتدي ادخلها لجوه علشان اغلفها بيها من جوه. دي قطعة كرتون على قد القاعدة برضو، هغلفها من ناحية واحدة بس بالقماش بالشكل ده، وهلزقها فيها من جوه كده. هنغلف برضو القاعدة، يبقى كده غلفناها بشكل كويس قوي من جوه. دي قطعة قماش بقى اللي انا هلزقها عليها من بره. تنيت الاحرف كلها بالشمع. القماشة دي كانت من النوع اللي بينسل شوية، فانا تنيت الاحرف علشان يبقى الشكل مظبوط معايا كده. وهبتدي الزقها، هنزل لتحت بس كده نص سنتي علشان ابين جزء من القماشة اللي فوق دي، عشان ده هيعمل شكل حلو قوي معايا.
هثبتها كده وهبتدي اقفل الجنبين. قبل ما اقفل الجنبين قلنا قبل كده القماشه بتنسل، فانا هتنيها. بصوا تنيت الجنب كده قبل ما الزقه على التاني، هنعمله زي تانية كده. التكات دي بتبقى بتفرق قوي في الشكل النهائي. هنشد كل الزيادات على القاعده بالشكل ده، وهنزل بالشمع على الاحرف كلها، واحط عليها قطعه من القماش نفس القماشه، وهبتدي بعد كده اشيل كل الزيادات من بره. همشي على الحرف بالظبط، مش هسيب اي قطعه من القماش زياده ولا اي حاجه، عشان يبقى التغليف مظبوط معايا. بصوا كده اتغلفت ازاي، شوفوا اتغلفت بشكل جميل جدا. ده كان حزام شنطه قديم، هلزقه بالشكل ده. على فكره هو مش حزام شنطه بتاعتي انا، هو كان حزام شنطه لبنتي، شنطه اطفال، يعني حزام من اللي هو الجلد الخفيف خالص، فلقيته حلو قوي. لزقته كده، عملته يدين، ولونه كان لايق معاها قوي، وحطيت فصين على كل يد، وبس كده عملنا برضو منظم في منتهى الجمال بجد. والله يا جماعة الحاجات دي بتتباع موجودة في المحلات، بس احنا بنعملها من ما فيش. جربوا الافكار، ومستنية رأيكم، واستنوني في الافكار الجاية. باي باي.